السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ما هو رأيي في المسمى ابتسام الأشقر؟ ابتسام الأشقر، هذه المرأة التي ما فتئت تعلن كفرها وردتها وإلحادها وما إلى ذلك منذ سنين عددة، إلى أن أسست سنة 2009 أظن جمعية مالي، التي هي أظنها فرع لمنظمات عالمية نسوية تستهدف الدين، تستهدف الإيمان، تستهدف رب العالمين سبحانه عز وجل، ويستهدفون كل ما له علاقة بالدين عموما، كان إسلاما، كان يهودية، كان نصرانية، كان بوذية، أي دين، ولكن الهدف الأول والأخير هو الإسلام، هو الله كما يؤمن به أهل الإسلام. ابتسام الأشقر أعلنت كما سنستمع إليها بعد قليل بعظمة لسانها أنها لا تؤمن، أنها ملحدة. فقط أحببت أن أبين على عجالة بأن الإلحاد بالمفهوم الشرعي هو الميل، ليس إنكار وجود الله سبحانه وتعالى. يعني ما يتعارف عليه الناس الآن، الملحد الذي لا يؤمن بالله اليوم الآخر ولا لا يؤمن بالله، الله عز وجل بالنسبة إليه غير موجود. الله عز وجل يقول: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الإلحاد هو تحريف، الميل من الحق إلى الباطل، كما كان المشركون يحرفون أسماء الله الحسنى، يزيدون فيها وينقصون من أجل تغيير. من كلمة اسم الجلالة الله قالوا اللات، العزيز قالوا العزى، منان قالوا منات، إلى آخره. فيحرفون أسماء الله عز وجل، إما نكاية في المسلمين، وإما إمعانا في الضلال المبين والرفض لكل ما ينزل من السماء. بالنسبة لابتسام الأشقر نستمع إليها ثم نعلق عليها، لأن ما ستقوله مهم جدا. وقبل أن نستمع إليها قيل لي بأنها الآن في السجن، وأنها في السجن لأنها لبست تيشورت وعليه سب لله تبارك وتعالى على عين كما نعدي على رؤوس الأشهاد. وكتبت في تدوينة لها على إكس، أنا التويتر سابقا إكس، مش إكس، كتبت بأنها تتجول في شوارع المغرب بملابس فيها سب الله سبحانه عز وجل وإلى آخره. إذن هنا عندنا جوج ديال المسائل. المسألة الأولى أنها كافرة ملحدة لا تؤمن، شغلها هذاك، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الجاني أنا ابتسام الأشقر تؤمن لا تؤمن في الجنين، أنا سأسأل عن ديني، عن عقيدتي، عن ملتي، أنا لن أسأل أنا يوم القيامة عن، يعني هل ربنا سبحانه عز وجل سيسألني عن ابتسام الأشقر؟ سيسألني عن عملي أنا، عن ديني أنا، عن عقيدتي أنا. إذن لا يعنيني أن تكفر أو تشرك بالله ولا شغل هذا، تلحد مثلية، سحاقية، تنتهي شرب الخمر، ترقص، شغل هذا، ولا دخل لأحد فيها، ولا يجوز أصلا التجسس عليها. وأنا أزف أقول أهمس في أذنها، لا أقول هذا الدين ديالنا دين عظيم جدا، ديننا يحرم علينا أن نتجسس عليك يا ابتسام. ابتسام الأشقر ديننا يحرم علينا أن نتجسس عليك. في سورة الحجرات يقول الله عز وجل: ولا تجسسوا، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، ولا تجسسوا. وهذا النهي للتحريم، لأن النهي إذا أطلق صرف للتحريم إلا لقرينة، ولا قرينة هنا. ولا تجسسوا، والتجسس هو تتبع عورات الناس وماذا يفعلون. نزيد حاجة أخرى، مش عارف أن الدين ديالنا دين راقي جدا، مازال خص الأوروبيين ولا داروا قرونا من الزمن ليصلوا إلى. تعلمين أن في ديننا شيئا اسمه القصاص، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، يا أيها الذين آمنوا قبلها يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى إلى آخره. بمعنى أن من كسر لك سنا تكسر سنه، قطع لك خنافرك تقطع خنافرك، كسر لك إصبعا يكسر إصبعه. بالمناسبة لغة إصبع أفصح من أصبع من باب الفائدة. إصبع. تعلمين أن من وضع عينه في ثقبة الباب ليتجسس لينظر ما يوجد داخل الدار، ثم تفطن به صاحب الدار وأخذ
السفود هو داك اللي كنديروا به الشوا، داك السلك الحديده اللي كنديروا فيها الشوا، وجاو تقبلوا عينه لا قصص. عينه هدر كان شيء يدبر راسه يمشي فين ما مشى. علاش؟ لان اشد يدير عينه في ثقب الباب يطلع. فالتجسس عندنا نحن المسلمين من اعظم الذنوب. شوف كيف؟ اذا لا يقولن لك قائل بان هذا الدين يعني كذا ويضيق من الحريات ابدا. مارس السحاق في بيتك، اشربي الخمر في بيتك، زني في بيتك، ارقصي في بيتك 16 جيران، افعلي ما تشائين في بيتك، كولي رمضان في بيتك، دير الطاجين ودير هذا وكولي مع راسك وشربي وشربي في رمضان انت. هذا شأنك. لكن هل هذا هو منهجك؟ هل هذا هو مشروعك ومشروع الجمعية التي انتصبت ترأسينها، مالي، جمعية مالي التي أسستها في سنة 2009 أظن، وهي مالي MALE، بمعنى أن الحركة البديلة للحريات الفردية. الحركة البديلة للحريات الفردية. بديلة عن ماذا؟ عندما نقول هذا بديل، نقول هذا بديل عن شيء آخر، بمعنى أن ابتسام الشجر جاءت بمنهج، بفلسفة، بفكرة، بمشروع حضاري، مشروع بناء مجتمع، مشروع بناء الإنسان، مشروع بناء أسرة. هذا المشروع الضخم هو بديل لما يوجد الآن في الدولة المغربية. ما نتحدثش عن العالم كله لأن مالي موجودة في تقريبا في كل الدول. إذن البديل حركة بديل عن ما يوجد في القانون المغربي أو في الشريعة المغربية. فالآن نقول لهذا ابتسام، مشروعك ليس من أجل ممارسة الحرية الفردية. الحرية الفردية، حرية التعبير، أنت تمارسينها بالطول والعرض. عندك تخمة من الحريات في هذه المملكة الشريفة. ابتسام وأمثالها وأضرابها عندهم تخمة من الحريات. تخمة، عرفت شنو هي تخمة؟ يعني عندهم الحريات وزيادة. يصولون، يجولون، يتكلمون، يروحون، يرقصون، يشربون الخمر، يمارسون الشذوذ الجنسي، يفعلون كل شيء. إذن هم ماذا يريدون؟ يريدون تقنين هذا الفجور. يريدون من البرلمان المغربي والقانون المغربي والدستور المغربي أن يعطيهم الحق في الإفطار في رمضان في الشارع وإلغاء قانون 222. في حين أن القانون 222 هو حماية له. يجي شي مصرفقي باش يقروا في النهار في رمضان ويشوف فين غد الشعب المغربي اش غيعمل لك. ما نقولش انا مصرفق، الشعب المغربي واش غيدير لك. اذا هذاك 222 راه حمايه لك المدوخه. اذا هؤلاء يريدون شرعنه الفجور، شرعنه الرده، شرعنه الحرب على الله، شرعنه الزنا على قارعه الطريق، تريطوار على قارعه الطريق. يريدون الغاء الاسلام جمله وتفصيلا. يريدون إلغاء الدين بالمرة. لا حج ولا صيام ولا زكاة ولا صلاة ولا مساجد ولا هم يحزنون. إذن تصوروا الآن أن عندما نتحدث عن الحريات وحرية التعبير، هي قلت لكم هي عندها وأمثالها عندهم تخمة من الحريات. من الذي يمنعها أن تفطر في رمضان في نهار رمضان في بيتها؟ لا، هي خصها تخرج للشارع. إذن هي لا تريد الإفطار، هي تريد استفزاز الشعب المغربي. الشعب المغربي في جملته شعب مسلم، مهما كانت هناك من سلبيات فهو شعب مسلم. ابتسام تريد من الدولة المغربية أن تشرعن لها ما تريد. هي تناضل من أجل الحريات الفردية، لأن تفعل ما تشاء، تلبس ما تشاء، تقول ما تشاء، يا أصلا تفعل ما تشاء، لكن تريد تقنين ذلك نهارا جهارا. هي كما لا تريد أن تفعل ذلك وهي تخشى أو تخاف إلى آخره. لا، تريد أن يحميها القانون المغربي، أن تحميها الدولة. هي تريد أن تسب الله والدولة تحميها. تريد أن تسب النبي صلى الله عليه وسلم والدولة تحميها. تريد أن تسب الصحابة والدولة تحميها. تريد أن تمزق كتاب الله في الأزقة والدولة تحميها. تريد أن تطعن في كل ثوابت الأمة وفي دينها وعقيدتها وملتها وتاريخها وفقهها وكتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، وعلى الدولة أن تحميها، بمعنى أن تفعل ذلك وهي مطمئنة مستريحة على أريكتها أو مستريحة في الشارع، أو أنها تلهو وتمرح كما تشاء. هذه وأمثالها يناضلون بين قوسين من أجل هذا، من أجل أن تقول ما تشاء. طيب السي ابتسام الشقر، أنا أيضا مواطن مغربي وأنا أيضا مسلم، وأريد من الدولة المغربية أن تشرع لي ما أؤمن به. طبعا
مثلي 37 مليون نسمة تقريبا، مثلك يعدون على رؤوس الأصابع. ولكن جدلا جاء واحد شي مصرفق لا دين له ولا عقل له يقول لا، أنا أناضل من أجل أن تشرع الدولة قانونا خاصا بي يحميني، أنا أريد أن أعبد الفار، لا بد للدولة أن تحمي عقيدتي. أوليس في قوانين المغرب بل في دين الله عز وجل لا إكراه في الدين؟ سيقول لك أنا ديني أن أعبد الفار، هذا ديني، وعلى الدولة المغربية أن تشرع قانونا يحميني لعبادة الفار. فالخطأ الفادح خطأ الذي يقع فيه أمثال هؤلاء هي أن الدولة، أي دولة في العالم، تشريعاتها تتماشى مع أغلبية السكان، مع وجود الأقليات. فالدولة المغربية ليست ملزمة بتشريع قوانين لليهود المغاربة على سبيل المثال، لسبب بسيط، اليهود المغاربة لهم شريعتهم ولهم قوانينهم، يتزوجون حسب شريعتهم ويطلقون حسب شريعتهم ويصلون في معابدهم ويدفنون موتاهم في مقابرهم إلى آخره، لهم شريعتهم. الدولة ليست مجبرة ولا يقبل منها ذلك أصلا أن تشرع لليهود، لأن لهم شريعة خاصة بهم ولا يقبلون إلا شريعتهم. كذلك نحن المسلمين لا نقبل إلا شريعة ربنا، ونحن الأغلبية في هذه البلاد. الدولة المغربية خصها تشرع واحد القانون خاص ابتسام الشقر، واحد القانون آخر خاص أحمد عاصي، وقانون آخر خاص بالفايد العشاب، وقانون آخر خاص برشيد أيلن، وقانون آخر خاص بمهدوي، وقانون آخر خاص بالشيعة الروافض بحال عزيز هناوي وإحمان. الدولة المغربية لا بد أن تشرع لكل شخص ذي نحلة أو ذي ضلال أو ضلالة أن تشرع له. فهي ابتسام، هل هذا معقول؟ هل هذا يليق؟ طيب، القضية ليست في قضية الحرية. أنت تستفزين ملي دوزي كتسبي الله بالتيشيرت كلمات نابية في حق رب العالمين وديزها في الشارع مع المؤمنين، أنت تعرضين نفسك الدولة المغربية الآن عندما الضابطة القضائية ولا النيابة العامة عندما اعتقلتك والله حماية لك. بعض الناس بلا 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 هنا في الداخل وفي الخارج راه حماية لك، وحماية لهذاك المصرفق، هذاك ماشي المصرفق استغفر الله العظيم، اللي ممكن أن يقبل على أمر جلل. أنت لا تضمنين ردود فعل الشارع المغربي، ممكن أي واحد يقتلك أو يعمل لك شعاعة أو يخسر لك وجهك أو يعطبك. فإذا النيابة العامة رحمة بك اعتقلتك، رحمة بك أنت، وهذاك اللي كان يمكن يدير فيك شي مصيبة حتى هو أنقذته، لما داتك راه الآخر في مأمن يمشي بحاله. وطبعا كما لا يخفى لابد أن أقول بأن تطبيق شريعة أو ماشي شريعة وتطبيق القانون، يعني أن يطبق الإنسان ما يؤمن به في الشارع العام ولا في يعني أن يكون الإنسان هو القاضي وهو المنفذ هذا يسمى في الشريعة الإسلامية افتئاتا، لا يحل، لا يجوز لأي مسلم لأي إنسان أن ينفذ ما يعتقده حكما لله عز وجل في الناس، وإلا ستبقى الفوضى، ستكون هناك فوضى عارمة لا تبقي ولا تضر. لذلك أنا أنهى وأصر على هذا النهي، لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يطبق الإنسان شرع الله بيده أبدا. ما تقوليش روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. ابتسام الشقر وهي غادية في الشارع تسب الله عز وجل على صدرها، فبكل تأكيد هذا باب المنكر أكبر المناكر. ومع ذلك ما تقوليش أنا شفت إذا سأغير فيها المنكر بيدي سأقتلها أو أضربها إلى آخره، لا يجوز لك، لأن اليد هنا ماشي يدك أنت، اليد هنا بمعنى الشوكة والقوة والدولة والنظام والقضاء وإلى آخره، وماشي أي واحد، لا الدولة هي اللي عندها الشوكة، هي اللي عندها اليد، هذا هو المقصود باليد. فإن لم يستطع بحالي وبحالك فبلسانه، ويدخل في لسان القلم من باب التبليغ أيضا لسانه. شيخنا الدكتور تقي الدين الهلالي له كتاب اسمه تقويم اللسانين، يقصد اللسان والقلم من باب التغليب، وهذا نملكه، وهذا الذي أفعله الآن. أنا أغير المنكر بلساني، بالكاميرا، بقلمي، باللايف، بالفيديو، ما نعرفهاش، هذا الذي، لأن الأخرى لا أستطيعه، هذاك الشيء ديال الدولة. فإن لم يستطع فبقلبه، يعني حتى اللسان ما قادرش، أمي ما كتعرفش تكتب ما كتعرفش تهضر إلى آخره، فبقلبه
وذلك أضعف الإيمان. في رواية أخرى وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. إذن عندما تعتقلها الدولة تعتقلها حماية لها، وحماية هذاك اللي كان غادي يجي ينفذ فيها في ما يراه شرع الله، فيما يراه. وإذن اعتقالها وحماية للجميع. ثم بعد ذلك لا يمكن أن أركز أنا على مبدأ الحماية. هي مجرمة، هي مذنبة، هي تستفز الناس. أن تكون كافرة ملحدة شغلها، لكن أن تستفز ملايين المسلمين في الشوارع، كل مرة تبدل تيشيرت وكل مرة واحد السبان على الله. والله هذه الدولة إن لم تفعل ذلك وهذا الشعب إذا رضي بذلك والله لا عشنا ولا كنا. باطن الأرض أولى لنا من ظهرها. كيف الإنسان ينظر وحدة مغربية بنت ولا مغربية ولا غير مغربية وغادية في الشارع ديالو وهي تسخر من رب العالمين وتقول شي كلام نابي في حق الله عز وجل؟ من يقبل؟ علاش دابا هذه الدولة هذه ديال اليهود ديال المشركين؟ هذاك الوكيل العام والنائب العام والقاضي راه مسلمين، بوليس اللي شدوها راه مسلمين. وكيف يرضون ان يروا شخصا ما، وهذه ماشي المره الاولى، لها سوابق في هذا الاتجاه، بل لها تبجح بما تفعل، تتبجح باستفزازها المسلمين، تتبجح. لها رساله تقول لك انا اقوم بها احسن قيام. تريد احراج الدوله المغربيه امام الجمعيات الاخرين اللي كيعلفوها، ومن ثم فنقول لها بانك لا تريدين حريه التعبير ولا تريدين حريه الفرديه ولا تناضلين من اجل حقوق الانسان. انت مستفزه مؤذيه للشعب المغربي، للمسلمين في انحاء الدنيا. وانا نسيت قدام مشيت كنهضر نصنتوا لها بعدا، نصنتوا الفهمه. يلا سي ابتسام. انا كنستمجر قلتها ونعاود نقولها، مثلا انا ماشي مسلمه، والمغرب كيفرض عليا كيبز عليا باش نكون مسلمه وباش نتبع القوانين ديال البلاد اللي هما قوانين دايرينهم المسلمين والمسلمات. اذا انا هذه كتكذب، هذه بحال سبحان الله، دينهم ماشي غير الالحاد والكفر بالله مبني على الكذب. هي تعترف انها ليست مسلمه، انها ملحده، في عباره اخرى ستقول هي ملحده. الدولة المغربية تفرض عليها الإسلام، وهل هذا صحيح؟ هل الدولة المغربية زعما صفة الشيخ والقيد وقالوا لا تصل دمك يا إما تسلمي يا إما؟ هل الدولة المغربية تجبرها على الإسلام؟ اللي كتكذب. تقول لك الدولة المغربية عندها قوانين صاغبتهم وقننتهم للمسلمين. وما بغيت لأن الدولة راه مسلمة، عندها أمير المؤمنين واللي كيحكموا مسلمين والشارع مسلمين والشعب مسلم والبوليس مسلم والجيش مسلم. شنو بغيتي حنا مسلمين ونديروا دير لك الدوله القانون ديال الملاحده؟ بيني وبينك السي ابتسام رجله، الدوله مسلمه والشعب مسلم ودير لك القوانين ديال الملحده باش تكون انت على خطرك. 37 مليون كاملين يشربوا البحر باش انت تكون على خطرك السي ابتسام، ودير لك قوانين تحميك من سب الله عز وجل ومن الاثار التي يترتب على سب الله. يعني خصك دير لك واحد 50 بوليسي تابعين، كنتي كتسب الله و50 بوليسي حاضينك. علاش هذيك 50 بوليسي ملاحده بحال؟ هم ايضا لا يرضون ان تسب الله عز وجل. الدوله المغربيه تفرض علي قوانين ديال الاسلام وانا ماشي مسلمه، وانا اناضل من اجل باش نقول اللي بغيت وندير اللي بغيت والى اخره. واش دير اللي بغيت؟ دير اللي بغيت ما كايناش في العالم، لا توجد دوله في انحاء العالم دير اللي بغيت. فرنسا اللي هي فرنسا الا عرات شي بنت على الصدر ديالها يجمعوها يديوها الكوميساريه، هذا صدرها، ما اذا عرات لتحت راه يجمعوها يقينا. فهل يجوز لاي انسان ان يخرج عاريا كما ولدته امه من باب الحريه الفرديه؟ ما هي حتى واحد لا هو باغي يخرج عاريا الصاد، هو الصاد ولا ماشي الصاد يخرج عاريا. المجتمع محكوم باعراف، محكوم بقيم، محكوم بدين، نحن مسلمون، والدوله دينها دين الشعب، وبالتالي لا يسمحون لاي كان ان يستفز هذا الشعب والدوله الشعب ان يستفزهم، لا يمكن. هذا استفزاز، ليست حريات. الحرية شيء والاستفزاز شيء آخر. نستمع. تندفع على حريتي
باش نقول بلا انا ما كنامنش، انا مغربيه ولكن ماشي مسلمه. وهذا هو الميساج اللي كنبغيو نوصلوا ملي كنديروا هاد الندوات. تنبغيو نوصلوا لي ميساج. هما حريه الفرديه، شنو هي حريه المعتقد، وهما حريه الفرديه كيجمع اساس حريه المعتقد. اساس ملي كنهضروا على حقوق الانسان كندافعوا على حقوق الانسان، ما يمكنش ندافعوا على حقوق الانسان ونساووا حريه الفرديه. حرية الفردية، حريتي صحيتي نمارس الجنس الحديقة العمومية، ولا في الشارع، ولا في الطاكسي، ولا في الحافلة، ولا في القطار، ولا في الطائرة. عندي حريتي في الإجهاض، إذا حملت نطيح باباه، ولا حقا الدولة خصها تحميني، تديني الكلينيك وتطيح لي داك الجنين لأنني أنا بغيت، أنا الجنين ديالي. قتل النفس البريئة. هذا البعبع ديال حقوق الإنسان والحرية الفردية والله ما هو نجح في أي مكان، والله ما هو نجح في أي مكان، ولا يمكن أن ينجح أصلا، لأنه يخالف الفطرة. ما بغيتش نسمي واحد الدولة. عندما قيل له بأن الجهة الفلانية أساءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووصفوه بأوصاف مشينة فيها سوء إساءة للدين الإسلامي ويعني لمشاعر المسلمين، 2 مليار تقريبا من المسلمين، فقال لهم هذا حرية التعبير، دولتنا دولة علمانية ديمقراطية، ومن أسسها ومبادئها حرية التعبير، حرية الرأي. فالرسم الكاريكاتوري المسيء للنبي صلى الله عليه وسلم، أو كلمات نابية، أو رسم قنبلة على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه بالإرهاب وكذا إلى آخره، فكل ذلك قال ذلك الرئيس بأن هذا الأمر هذا ليس فيه إساءة، هذا فيه حرية التعبير. جاءوا شي وحدين صوروا له مراته، الزوجة ديالو صوروها بشي صورة ما فيها ما يتشاف، شفتهم المحكمة ياك. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حرية التعبير، الإساءة إلى أعظم إنسان خلقه الله، أعظم موجود خلقه الله، الإساءة إليه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم حرية التعبير. الإساءة إلى الزوجة ديالو يتحكم. لذلك الإنسان عموما، الإنسان عندما يخرج عن الجادة ويترك الفطرة ويسعى هذا المسعى كما تفعل هذه المرأة، شيء فظيع، شيء فظيع. ولذلك أنا رأيت بأن الكثير من المغاربة والله أشادوا باعتقالها، وإن كان هم أشادوا باعتقالها من باب أنها عقابا لها. أنا شخصيا أنا أرى فيه شيء من العقاب بكل تأكيد، ولكن فيه أيضا حماية، وحماية لمن كان يمكن أن يعتدي عليه، وحماية لدين المغاربة. الدولة لا يمكن إلا أن تفعل هكذا، لا يمكن، لأن الشعب المغربي سيتساءل هل يفعل هذا في شوارعنا؟ وأين دولتنا؟ ونحن يحكمنا أمير المؤمنين. غير يوم كان أريد أن أختم، هل فعلا ابتسام الشجر وحدها التي تسب الدين، وحدها التي تسب الله، وحدها التي تستهزئ برسالة الإسلام، برسالة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أم هناك آخرون يكتبون بالليل والنهار يشنعون من أمر الإسلام، ويسخرون من الفقهاء والمشايخ، ويسخرون من إمارة المؤمنين، ويستهزئون بالتوحيد، ويقول نهارا جهارا. هل اللي متخصص في الطعن في الأحاديث الصحيحة المتواترة وما اتفق عليه الشيخان سخرية يوميا، هل اللي تخصص في تخطئة رب العالمين القرآن الكريم، كل مرة يجيب آية ويقول لك شوف هذه الآية. العلم في المختبرات بينت البحوث في جامعة أكسفورد، كيجيب لك شي سميات واعرين هكذا، أمريكان من ألمانيا وبريطانيا، جامعة من كذا بأن كذا كذا، والقرآن يقول كذا كذا. تخصصوا في تكذيب الله عز وجل. وابتسام الشجر هي رقم في عدد، حلقة في سلسلة. وطبعا أنا بالنسبة إلي ما فعلته النيابة في الرباط، النيابة العامة، شيء يثمن، شيء فيه مصلحة أكيد، وشيء فيه شيء من إعادة الاعتبار للشعب المغربي، وفيه أيضا درس لكل من سولت له نفسه أن يستفز هذه الأمة. وفيه يعني رسالة واضحة بأن الأمور ليست كما يروج لها. من شاء يقول ما شاء، ما كاينش من شاء يقول ما شاء. فأسأل الله عز وجل أن يحفظ هذه الأمة في دينها وفي عقيدتها وفي ملتها، وأن يثبتنا على القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يجعلنا رحمة للناس وليس نقمة عليهم. ونسأل الله عز وجل أن يهدي هؤلاء، فقد هدى الله عز وجل ملاحدة وكفارا خلوا، وهدى مشركين وثنيين،
وعدد منهم اهتدوا إلى دين الحق. أسأل الله عز وجل أن يهدي هؤلاء. والله لا سعادة إلا في دين الإسلام، ولا حياة مطمئنة إلا بالإيمان. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله وليس بالإلحاد. ألا تنبيه، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم اجعل قلوبنا مطمئنة يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.